تخيل تدفع تمن ريحة اللحمة. تعال نشوف جحا حكم بإيه لما واحد طلب تمن الريحة. جحا كان بيعمل قاضي، وراح له راجلين. واحد منهم قال له: أنا يا سيادة القاضي وأنا ماشي في طريقي وكان معايا رغيف خبز، والراجل ده كان بيشوي لحمة، والحقيقة استوقفتني ريحة اللحمة، فقطعت من الخبز ومررتها على الريحة وأكلتها. فالراجل ده وقفني وقال لي إني لازم أدفع تمن الريحة. هل ده عدل يا سيدي؟ فجحا قال إن الجزاء من نفس جنس العمل، وراح سأل الراجل صاحب الشواية وقال له: كم تريد أن يدفع لك تمن الرائحة؟ قال له: 5 دراهم. فجحا طلب من الراجل الفقير إنه يطلع 5 دراهم ويرميهم على الأرض، وبالفعل الراجل عمل كده، وهو بيرمي الدراهم على الأرض أصدرت رنين. فجحا سأل صاحب الشواء وقال له: هل سمعت صوت الرنين؟ فأجاب: طبعا بالفعل سمعتها. فقال له جحا أن صوت الرنين هو تمن تلك الريحة، فهذا الرجل أكل بأنفه وأنت أخذت أجرتك بأذنك. وبكده جحا أثبت إن مش دايما العدل بيبقى بالمال، أحيانا الحكمة بتنصف الجميع. وخليك فاكر إن من جوه دماغك هنطلع اللي ما يخطرش على بالك.